شو عم بصير بالمغرب؟ حاليا القيامة قايمة هنيك حرفيا، كل شوي عم تطلع لنا فيديوهات عنف ومظاهرات. حسب اللي قرأته، صححوا لي لو كنت غلط، في شباب حاليا من جنزي عم ينظموا احتجاجات عن طريق التيك توك ومواقع التواصل، عم بيطالبوا بتحسين التعليم، الصحة، مكافحة الفساد، تحسين فرص العمل. ولما قلت لكم جنزي ذكرت كمان نيبال اللي من فترة قصيرة كمان صار فيها تقريبا نفس الشيء. سبب الاحتجاجات انه عم يقولوا عم تنفق الدولة مبالغ كتير كبيرة على تجهيزات البنية التحتية وعلى الملاعب مشان كأس العالم 2003، بينما المستشفيات والمدارس واشياء تانية كتير متداورة عندهم، فبما معناه انه في اولويات يعني اهم من هذا الكلام. فصارت اعمال الشغب اللي شفناها مثل حرق المنشآت وتكسير السيارات والاشتباكات مع يعني قوى الامن، وصار في ضحايا كتير. رئيس الوزراء اللي عندهم قال تعالوا خلونا نتحاور، بس ما بينفع انه الامن يضل منفلت هيك بالبلد. قولوني انتم شو رايكم من الموضوع؟ وبس والله، لا تنسوا تضيفوني على التطبيق الاصفر.